السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر أحمد العبد من قناة دروس تعليمية أونلاين. إن شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من حل النماذج امتحانات كتاب المعاصر اللي هو بنك الأسئلة اللي بيميز طريقتنا في الحل. أكتر حاجة إن احنا بنحل الأسئلة ونقول السبب بتاع الحل، وبنستشهد بسكرينات خاصة بالجرامر اللي في الامتحان اللي احنا بنحله، وبنعلق على كل التريكات الموجودة فيه. ويبقى أنت بتحل وبتراجع في نفس الوقت، وبنتعرف على أسهل طريقة لحل سؤال الترجمة الاختياري بطريقة سهلة جدا، وكمان إزاي نحل المقال بطريقة مبسطة جدا مع ملفات بي دي اف هدية فيها مقدمات وخاتمات تناسب كل الموضوعات. ومعانا كمان ملف فيه المقال بتاع الامتحان اللي احنا بنحله ومترجم كمان علشان اوفر عليك وقت الترجمة، بحيث ممكن تستعين منه بافكار تساعدك في الكتابة. لان ما بفضلش ان حد يحفظ المقال، المقدمة طويلة شوية بس لازم تعرف نظام مراجعتنا عامل ازاي. كمان اشتركوا في جروب الواتساب علشان هنفتح المناقشات ونبدأ بنشر مذكرات كتيرة عليها هدية لكل أجزاء المنهج، والرابط في الوصف أسفل الفيديو. وطبعا مش ناسين القصة اللي أصبحت أسئلتها مقالية، جاري تجهيز ملف مجاني لكل الأسئلة بالإجابات ومترجم كمان. وما تنسوش الفيديو اللي فات موجود في الوصف أسفل الفيديو. يلا بينا نبدأ مع جيزة جفرنوريت محافظة الجيزة. أول امتحان امتحان إدارة الدقي. طبعا أول سؤال في الامتحان زي ما احنا متعودين، اختار إجابتين من خمسة. Choose the two correct answers of the five options given. Number one, nurses look after the patients after operations. والهنا طبعا الممرضات بيعتنوا بالمرضى بعد العمليات الجراحية. The synonyms of the phrasal verb. phrasal verb اللي هو الفعل شبه جملة، لما يجيب لي فعل زي كلمة look معاها after ده اسمه phrasal verb. طبعا هنا المرادفات بتاع كلمة look after هيبقوا ايه؟ طبعا follow يتبع، nurse يقوم بالتمريض وتنفع اسم ممرضة، care for يعتني بيه، find out يكتشف، obey يطيع. طبعا واضحة جدا. أول واحدة care for، كمان كلمة nurse كفعل معناها تقوم بالتمريض. Number two, he is admired because he is generous. طبعا هو الناس معجبة به يعني لأن هو كريم. generous is an antonym for. كلمة generous مضادة لإيه؟ طبعا generous يعني كريم، عكسها طبعا selfish أناني، طبعا unique يعني وحيد من نوعه طبعا أو فريد من نوعه طبعا لا. isolated منعزل لا ما تنفعش. كلمة مين اللي هي بخيل، طبعا هنا مش معناها كفعل يعني، هنا معناها كاسم بخيل. stressed مضغوط. بعد كده من السؤال الثالث في الامتحان اختار إجابة من أربعة. Don't go near the cliff edge. لا تذهب بالقرب من الحافة بتاع الجرف. It's not نقط you may fall off the cliff. طبعا ديت ليست ايه، انت ممكن تسقط من فوق الايه الجرف ده. يا ترى it's not safe, difficult, easy, harmful. طبعا هنا safe ليست آمنة. طبعا مش ينفع اقول ليست صعبة، ليست سهلة، ليست ضارة. نمبر 4، fingerprints are not to every person. البصمات بتاع الأصابع بتاعتنا تعتبر إيه لكل شخص. No people are similar to each other. طبعا ما فيش حد يعتبر مشابه للآخر. طبعا letter دي فريدة من نوعها. نمبر 5، he was not out of the bridge rail watching the boats go by. هو بيعمل إيه طبعا من على الكوبري أو زي ما بيقولوا كوبري السكة الحديد. watching the boats go by طبعا بيشوف القوارب، يعني ايه تذهب في الجوار يعني. يا ترى اقول developing يقوم بتطوير، swelling يتورم، leaning يتكئ، diving يغوص. طبعا واضحة جدا leaning. lean out of يعني يتكئ، هو بيبص من فوق ايه الكوبري بتاع السكة الحديد. Number 6، try not to eat too much not food. It's very tasty but can cause you to feel uncomfortable. حاول ألا تأكل الكثير من إيه، هي لذيذة طبعا لكن ممكن تسبب لك عدم الراحة. طبعا أقول spicy اللي هي الإيه، spicy food الطعام اللي عليه توابل. healthy food الطعام الصحي طبعا مش هينفع أقول إن إيه إنه طبعا ما تاكلش كتير منه لأنه هو لذيذ ما ينفعش طبعا. flavorless طبعا flavorless هو الطعام الذي ليس له طعم، ولا cool اللي هو لطيف. طبعا letter A زي ما قلنا. Number 7، the police found a vital note to the girl's disappearance in an area near her home. البوليس طبعا وجد ايه حيوي. vital هنا يعني حيوي. to the girl's disappearance بالنسبة لاختفاء البنت في منطقة near her home بالقرب من منزلها. يا ترى السيكريت يعني سر حيوي، كرو طاقم العمل، ولا جلو اللي هو الصمغ، ولا كلو اللي هو المفتاح اللغز. طبعا هنا مفتاح اللي هي الحل بتاع الجريمه ديت او الاختفاء ده. يبقى ليتر دي. نمبر 8، she last played a tennis match
not she was 10. لو انا اخترت هنا since، طب هو بيقول لي هنا اخر مرة لعبت تنس لما كان عندها 10 سنين، يبقى هنا الاصح طبعا كلمة when، يبقى letter C. انما لو كنت قلت since كنت هجيب قبلها مضارع تام وممكن يبقى منفي عشان المعنى، وبعدها ماضي بسيط، طبعا ما جاش قبلها مضارع تام. ده اول نقطة. النقطة التانية ان when دايما بيبقى قبلها، لو الجملة اللي قبل when هنا فيها last زائد ماضي بسيط، يبقى بعدها جملة ماضي بسيط. تمام. بالنسبة لنمبر 9، this picture not in the 19th century. الصورة ديت عايز اقول لك تم رسمها في القرن ال 19. لما نرجع بقى لسكرينات الجرامر زي ما قلت لك في المقدمة بتاع الفيديو، خدنا في يونت 1 صفحة 30 لما كنا بنتكلم على الباست سمبل تنس زمن الماضي البسيط، وقلنا لو هسأل ديت فاعل مصدر، لو هسأل بأداة استفهام أداة استفهام ديت أو ديدنت فاعل مصدر. طبعا أنت ممكن توقف الفيديو على الجزء بتاع السكرين لو عايز تراجعها كلها. أنا هاخد النقطة اللي تخصني، واللي يخصني هنا هي النقطة دي بتاعت الايه؟ المبني المجهول. ركز معايا. اي جملة مبني المجهول بتبدأ بمفعول، افتكرها كده، مجهول مفعول مجهول مفعول، بعدها was aware تصريف ثالث في اخر الجملة. ممكن اجيب اللي قام بالفعل ده مسبوق بكلمة ايه؟ باي. هنا بيقول لي مثلا they watched a film last night. الجملة هنا فيها ايه؟ طبعا اول حاجة الجملة هنا فيها فاعل اللي هو ايه؟ اللي هو they. بعد كده الفعل اللي هي كلمة watched، المفعول a film. لما عاوز احول جملة مبني معلوم الى مبني مجهول، هم شاهدوا الفيلم الليلة الماضية، هبدأ بمين؟ هبدأ بالمفعول اللي هو ايه؟ اللي هو a film. يبقى اول حاجة بدأت بكلمة a film. بعد كده الفعل عندي اللي هو watched ماضي بسيط تكوينه في المبني المجهول was aware والتصريف الثالث، يبقى هنا was watched. بعد كده طب وكلمة ذي ممكن اجيبها بين قوسين by them وممكن ما اجيبهاش. طب ولا صناعة التكملة زي ما هي، يبقى الفيلم تم مشاهدته الليلة الماضية بواسطتهم. نرجع للسؤال بتاعنا، اذا هنبدأ لي هنا بالصورة. يا ترى الصورة this picture هترسم نفسها؟ طبعا لا، ده تم رسمها، وكمان بيقول لي في القرن ال 19 يعني ماضي بسيط. اذا هتبقى letter C was painted. Number 10 not the accident I phoned the police at once. ركز في المعنى بتاع الجملة هنا، هو بيكلمني هنا في برضه حتة خاصة بالماضي البسيط اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي. الحادثة هنا أنا اتصلت بالبوليس حالا. ركز معايا. لو قلت after I see the accident، فاكرين after وبيفور ورابط ديت لما بيجي وراها مضارع بسيط، الجملة التانية كنت بجيب فيها يا إما مستقبل بأي شكل من أشكاله سواء كانت will أو going to. طبعا مش موجود هنا مستقبل، يبقى أول واحدة غلط. وكمان لو هجيب في الجملة التانية ماضي بسيط كنت قلت after I had seen، عشان after بيجي وراها ماضي تام وبعد كده ماضي بسيط. before I saw، طيب قبل ما اشوف الحادثه I phoned the police، اتصلت ببوليس حالا. طب ازاي اتصلت ببوليس؟ المعنى غلط. before seeing قبل ما اشوف نفس المعنى غلط برضو. اذا هتبقى when I saw the accident، عندما رأيت الحادثة اتصلت بالشرطة حالا. هنا انت عندك حدثين لا يوجد فاصل زمني، وخلي بالك مع after و before اذا لم يوجد زي وين بالظبط، اذا لم يوجد فاصل زمني بنجيب ماضي بسيط، ماضي بسيط في الجملتين. نمبر 11 we should protect the not so that we can live in a clean world. يجب أن نقوم بحماية إيه؟ لكي نستطيع أن احنا نعيش في عالم نظيف. يا ترى أقول environment بيئة، location موقع، tourism السياحة، destination اللي هو مقصد الوصول. طبعا هتبقى هنا environment البيئة letter A. Number 12 the number of views عدد المشاهدات نقط increasing daily بيزداد يوميا. خلي بالك هتقولي هنا views جمع يبقى are أو were، الإجابة غلط. ليه؟ ده بقول لك هنا the number of عدد المشاهدات، دايما أقول is، لأن كلمة the number of عدد دي تعامل معاملة المفرد، يبقى letter A. Number 13 My son's birthday not next Sunday. عيد ميلاد ابني هيكون يوم الأحد القادم. هنا بتتكلم على أشكال المستقبل، وخدنا أشكال المستقبل في يونت 5 صفحة 232. لما كنا بنتكلم على will و going to والمضارع المستمر والمضارع البسيط والمستقبل المستمر، هناخد النقطة اللي تهمنا الخاصة بالمستقبل مع will. عشان استخدم will، أول حاجة هنا أقول لك تعبر عن حقائق مستقبلية، أحداث ليس للفاعل أو رغباته أو إرادته دخل فيها، يبقى ديت حقائق. It's my birthday next Tuesday. عيد ميلادي يوم الخميس القادم. I'll be 17. هكون عندي 17 سنة. The school will be 10 years old this year. المدرسة عمرها هيبقى 10 سنين هذا العام. يبقى دي كلها حقائق ليس لي دخل فيها. تمام؟ نرجع للسؤال بتاعنا. هنا بيقول لي عيد ميلاد ابني هيكون يوم الأحد القادم. إذا بتكلم في حقائق يبقى will be. تمام؟ ما ينفعش اجيب مستقبل تام will have been ولا is being، لان بي هنا ما تجيش في الاستمرار. is going غلط. نمبر 14
نهى suggested that أسماء not the film in the cinema. نهى اقترحت إن أسماء تشوف الفيلم اللي في السينما. خلي بالك بقى، لما خدنا في الوحدة السادسة صفحة 278 كنا بنتكلم على verb plus infinitive verb plus ing. لما كنا بنتكلم على suggest وقلنا suggest بيجي وراها ing، لكن suggest و recommend و advise و ask لو جه بعدهم that وجملة كاملة هنجيب فاعل وبعد كده مصدر أو should والمصدر. خلي بالك من النقطة دي مهمة أوي، هي دي أساس كل حاجة، يا مصدر يا should والمصدر. وبفكرك الفاعل سواء كان مفرد أو جمع، عشان في ناس بتغلط ويقول لك ده لو مفرد هجيب فعل في اس. خطأ، الفاعل لو مفرد أو جمع هجيب مصدر أو should والمصدر. مثلا I suggested that سما join the school trip. أنا اقترحت إن سما تنضم للرحلة المدرسية. خلي بالك سما مفرد فجبت join. ممكن أقول نفس الجملة أقول should join والاتنين صح. إذا لما أجي لسؤالي suggest جاي وراها جملة كاملة ولا مش جاي وراها؟ لو مش جاي وراها يبقى watching على طول، لكن لو جاي وراها جملة كاملة يبقى هجيب فاعل مصدر أو should والمصدر يبقى letter A. تمام. بالمناسبة السكرينات اللي بنتكلم عليها هتلاقيها موجودة برضو في الايه على الجروب بتاع الواتساب. نمبر 15. صلاح is a brilliant footballer who is considered a or an. صلاح ده لاعب رائع يعتبر ايه to every youth in Egypt، لكل الشباب اللي في مصر. يا ترى اقول رول موديل مثل يحتذى به او مثل اعلى، بلاي ميكر صانع العاب، example مثال، amazing مذهل. طبعا هنا رول موديل مثل اعلى يحتذى به. Number 16. There are many not animals in the world which we need to save. ده في حيوانات عديدة في العالم احنا محتاجين طبعا ايه يعني نحافظ عليها. الحيوانات اللي احنا محتاجين نحافظ عليها ونعتني بيها دي هتبقى ايه؟ endangered معرضة للخطر، isolated منعزلة، insulated خلي بالك منعزل غير معزول. يعني ايه معزول؟ زي السلك بتاع الكهرباء بيبقى معزول بالبلاستيك عشان ما يوصلش كهرباء، هي دي insulated. ولا popular مشهور؟ طبعا بدل في حيوانات كتيرة يبقى هنا معرضة للخطر احنا يجب علينا نعتني بيها. ناخد بعد كده القطعة بتاعتنا نتكلم على اكتوبوسز الاخطبوط. وقلنا قبل كده لما اجي احل القطعة بنعمل حاجة اسمها سكيم اند سكان، ودي بنطبقها في اغلب القطع. طبعا في حاجات تانية كتير بنعملها لما بنحل القطعة زي الاستنتاج بتاع المعاني والتخمين والكلام ده كله. سكيم يعني قراءة عابرة، بقرأ الفقرة بسرعة كده عشان اعرف الموضوع العام. والمرة التانية بعد ما اقرأ الأسئلة بعمل سكان أبحث على معلومات معينة أنا عاوزها. نشوف كده. Octopuses are extremely intelligent. الأخطبوط طبعا يعتبر من الحيوانات المائية الذكية للغاية. They have even learned a few tricks to get them out of sticky situations. ده هو طبعا اتعلم يعني حيل قليلة زي ما بيقولوا عشان طبعا get them out إن يخليه يخرج من المواقف الشائكة، المواقف الحرجة اللي ممكن يبقى فيها خطورة عليه. For example على سبيل المثال they are afraid of a predator. predator اللي هو المفترس، الحيوان اللي بيفترس اللي هو أقوى منه يعني. as octopuses don't have teeth or sharp claws. لأن طبعا الأخطبوط ما عندوش أسنان حادة أو حتى مخالب حادة to defend themselves عشان يدافع عن نفسه. they hide in the sand بيختفي في الرمال on the bottom of the ocean floor في الايه؟ يقولوا في الأرضية بتاعت قاع البحر يعني. The octopus is like a chameleon. chameleon اللي هي الايه الحرباء. هو في شبه بينه وبين الحرباء في ايه؟ because it can change the color of its skin to match the sand. لانها بتغير جلدها عشان تشبه الايه او يتماشى مع لون الرمال يعني تختفي يعني. Some octopuses like to stay in more shallow water. في بعض الاخطبوطات طبعا بتبقى محتاجة او تحب ان تبقى في المياه الضحلة اللي هي مش عميقة يعني. where there are rocks and coral فيها صخور وفيها شعاب مرجانية. However ومع ذلك octopuses can squeeze themselves يعني بينكمش بنفسه كده ويصغر حجمه into small spaces between the rocks في أماكن صغيرة بين الصخور to get out of reach of predators عشان يبقى بعيد عن متناول المفترسين. Another way an octopus can use to hide طريقة أخرى بيختفي بيها is by shooting in لما بيطلق الحبر لون كده بيعمله في الميه. an octopus use a part of its body. طبعا الاخطبوط بيستخدم جزء في جسمه called a siphon. siphon اللي هو زي يعني خرطوم كده بيطلع منه ايه الحبر to shoot ink into the water عشان يعني يضخ الحبر او يطلق الحبر في الميه. the ink forms a cloud that hides the octopus.
هنا بقى الحبر ده بيشكل سحابة كده بتخفي الايه الاخطبوط. It's like a magician doing a vanishing act، زي الساحر لما يعمل ايه الحركة بتاعت ان هو بيخفي شيء يعني. If an octopus is attacked، لو احد الاخطبوطات تم مهاجمته، it can actually make itself look like a venomous sea snake. يعني فعلا بيقدر يخلي نفسه زي الحيوان الايه او الثعبان البحري السام. بيعمل ايه بقى؟ it will bury itself، بيدفن نفسه in the sand في رمال، keeping two arms visible، ويخلي فيه دراعين منه ظاهرين. if an octopus is in trouble، لما يكون الاخطبوط في ايه في مشكلة يعني، it can break off one of its arms، بيقطع طبعا ويفصل احد اذرعه يقطعها خالص. the arm will then change colors، بيبدأ لونه يتغير. and squirm around the water، يبدأ يلف حول نفسه كده زي ما بيقولوا بيعمل ايه، بيعمل بيتشنج يعني. to distract the predator، عشان يعني يشتت انتباه المفترس. while the octopus swims away to safety، بينما الاخطبوط طبعا بيهرب بعيد ويسبح بعيدا عشان يبقى في امان. سبحان الله يعني. amazingly، بصورة مذهلة، the octopus's arm will grow back، والدراع بتاع الاخطبوط اللي اتقطع ده بينمو مرة أخرى. حل الأسئلة بتاعتنا نمبر 17. A knot is an animal that attacks and kills octopuses. ايه بقى الحيوان اللي بيهاجم ويقتل الاخطبوط؟ يا ترى براي فريسة، بريديتور مفترس. طبعا الكلمة دي مش باينة، بس ده طبعا الأصل من ايه، الملف الأصلي اللي بصور منه بتاع الكتاب هو اللي فيه مشكلة. كاميليون اللي هي الحرباء، ماجيشن اللي هو الساحر. طبعا هتبقى هنا ايه، ليتر بي اللي هو ايه، بريديتور. نمبر 18. when an octopus is in a sticky situation، لما الاخطبوط يكون في موقف حرج، that means it is، معنى الكلام ده ان هو ايه، it is in danger، يعني في خطر. number 19. the synonym of the word intelligent is، مرادف كلمة intelligent طبعا هتبقى smart ذكي. number 20. the octopus and the chameleon are similar as both. التشابه بين الاخطبوط والحرباء في ايه؟ الاتنين بيعملوا ايه حاجة مشابهة؟ طبعا can change their skin color، بيقدروا يغيروا لون الجلد بتاعهم. Number 21. The best title for this passage is، أفضل عنوان للقطعة يبقى ايه؟ طبعا هنا أنا رأيي إن هيبقى letter A، The Magician Octopuses، اللي هو ايه؟ اللي هو الاخطبوط اللي ايه؟ الساحر. Number 22. The octopus can shoot ink into the water which، طبعا هنا الاخطبوط بيقدر يطلق الايه الحبر في الميه which، والحبر ده بيخليه يعمل ايه بقى؟ طبعا helps it hide from the attackers، بيساعده يختفي من الايه المهاجمين. Number 23. Octopuses don't have teeth or sharp claws. الأخطبوط طبعا ليس له أسنان حادة أو مخالب حادة. To defend themselves، عشان يدافع عن نفسه. يا ترى اختار إيه؟ طبعا هتبقى letter B. However they have other ways to keep enemies away، عندهم طرق تانية بيبعدوا بيها الأعداء بتوعهم. تمام. بعد كده من 24 سؤال خاص بالترجمه. وكلمنا قبل كده عن الترجمه، وقلنا في الفيديو الاولاني لو انتوا فاكرين الناس اللي متابعينا في الدقيقه 20 اتكلمنا على ازاي نترجم الترجمه الاختياري. ارجع للفيديو، الملف بتاعه هتلاقيه او الرابط بتاعه هتلاقيه في الوصف اسفل الفيديو. اسمع الفيديو، لو ما سمعتوش كله اسمعه كله، ما سمعتوش تعالى عند الدقيقه 20 هتلاقي الجزء الخاص بالترجمه، عشان مش عاوزين نكرره كتير. نشوف كده. دايما الترجمه لما اقول لك لما تيجي تترجم قسم الترجمه لو كانت طويله عشان ما تتوهش، واستبعد على طول الإجابة الخطأ. ولما تجاوب أكد على الإجابة بتاعتك بأكتر من طريقة، هنشوف دلوقتي. Modern devices have no longer been a luxury. Luxury اللي هي الرفاهية. But it has become a must for every house. لم تعد الأجهزة الحديثة متعة. طبعا دي كلمة متعة هنا ماشي ممكن نمشيها، بل هي إضافة لكل بيت. هي هنا بيقول لي لم تعد الأجهزة الحديثة متعة، بل هي إضافة لكل بيت. وهنا قال لي أمست، ده أمست يعني ضرورة، إذا ديت غلط، يبقى هنا إضافة دي غلط، يبقى احنا استبعدنا دي خالص. لتربيه. لم تعد المعدات الحديثة، ده مش بيقول معدات، ده بيقول هنا إيه ديفايس، يبقى معدات غلط، يبقى دي غلط برضه. لم تعد الأجهزة التقليدية، لا ده بيقول لي مودرن ديفايسز، يبقى هنا تقليدية غلط. ايه اللي فاضله؟ اختارها بقى واجري السؤال اللي بعده؟ لا انا اكد عليها. لم تعد الأجهزة الحديثة ترفا. تمام. بل هي ضرورة، أمست لكل بيت. مظبوط، اذا الحل الصح بتاعي فعلا لتر دي، يبقى انا اكدت ان هو الايه الاجابه الصح. بعد كده 25 ترجم من عربي الانجليزي.
إن التعاون والتسامح بين الأفراد والشعوب من الأمور الضرورية، فكل منا يحتاج للآخر وكل منا أيضا مختلف عن الآخر. اقسمها اتنين عشان ما تتوهش زي ما قلت لك. أول حاجة طبعا letter A corporation and tolerance. طبعا الناس اللي هتقرا بسرعة مش هتاخد بالها إن دي corporation مش cooperation. من أولها كده يا مستر، ما أنت لازم تركز أنت وهو. يبقى ديت غلط. ليه يا مستر؟ ده corporation دي يعني شركة، لكن cooperation تعاون، إذا الجملة دي غلط. letter B cooperation and tolerance. التعاون والتسامح between individuals بين الأفراد and peoples والناس are absolutely necessary. Each of us needs the other. طبعا كل منا بيحتاج الآخر. and each of us is also different from the other. أعتقد الإجابة دي صح، بس احنا عاوزين نأكد ونشوف سي ودي غلط ليه. في لتر سي بيقول لي corporation التعاون and tolerance التسامح between individuals and people. خلي بالك and people. وكمان قال لي is. طب ما هنا ممكن امشي people ممكن، بس هنا is ما ينفعش. ده التعاون والتسامح الاثنين، يبقى is غلط. خلي بالك ممكن يسأل في افعال، في جرامر، في سبيلنج، في كلمات مشابهه زي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات واحنا بنشرح الترجمه. لتر دي cooperation and tolerance between singles and peoples. استنى يا مصر، singles مين؟ ده single ده يعني فرد، ممكن يكون حاجة فردية، فأعتقد إن دي singles دي غلط. كمل بس كده. are peoples أو and peoples are absolutely necessary. each of us need. شوف قال لك need مش needs. المفروض each of us كل واحد منا، المفروض كان قال needs مش need بس. the other and each isn't دي غلط. يبقى الإجابة الصح زي ما قلنا فعلا وأكدنا عليها letter B. بعد كده آخر سؤال عندي في الامتحان سؤال المقال. write an essay of about 150. اكتب مقال 150 كلمة عن إيه بقى؟ The last World Cup held in 2020. آخر كأس عالم تم عقده سنة 2022. وعلشان نكتب مقال بطريقة صحيحة احنا اتكلمنا في الفيديو الأولاني، الرابط موجود في الوصف أسفل الفيديو. ادخل على الفيديو الأولاني في الدقيقة 27، اتكلمنا ازاي نكتب مقدمة وموضوع وخاتمة. وزي ما وعدتكم في أول الفيديو جبت لكم المقال جاهز. The Last World Cup in 2022. المقال موجود قدامك، موجود في الوصف اسفل الفيديو. ادخل وحمله، وكمان مترجم زي ما وعدتك كمان. وما بحبش حد يحفظ مقالات يا جماعة. خد افكار منه وابدأ اشتغل عليها واكتب باسلوبك. ولو عندك اي استفسار اكتبه في الكومنتس او اكتبه لي على الواتساب وهرد عليك ان شاء الله في اقرب وقت. احنا كده وصلنا لاخر حلقه النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك باقي فيديوهاتنا ان شاء الله. كان معكم مستر احمد العبد من قناه دروس تعليميه اونلاين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.